ده شيف الشربيني. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده انا هتكلم عن الريبوت، ايوه كرتونات اللي اتعمل لها ريبوت. هتكلم عن ليه الريبوت وحش قوي كده، وكمان هتكلم عن بعض الكرتونات اللي اتعمل لها ريبوت، وهتكلم عن ليه الشركات حتى الان وخصوصا كارتون نتورك لسه بتعمل لنا ريبوتات، وفي المستقبل هتعمل لنا برضه ريبوتات، وايه السبب المجنون انهم يعملوا لنا ريبوتات كتيره كده. انا ابراهيم، ما تنساش تصلي على النبي قبل ما نبدا الفيديو ده، كمان لايك والاشتراك اللي بيدعموا الفيديو جدا. من غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا. يعني ايه ريبوت وليه بيتعمل؟ طبيعي لان اول حاجه لازم نعرف يعني ايه ريبوت. قبل ما نروح نفضفض على الريبوتات اللي خربت علينا طفولتنا لازم نفهم يعني ايه اصلا الريبوت ده، عشان في ناس برضو مش عارفه معنى كلمه ريبوت، لدرجه ان في ناس مفكره ان بين 10 ريبوت ده اسمه بين 10 ريبوت. لا، هو اسمه بين 10 بس. المهم ان الريبوت مش بس اعاده رسم الشخصيات وخلاص، ده اعاده تقديم العمل من البدايه، مش ريميك مش سيكوال. ده بيجي يفتح كل حاجه من جديد، احيانا بيغير القصه واحيانا يغير الشخصيات. باختصار لو مش حذر ممكن يطلع لك حاجه كده غريبه، حاجه تانية غير اللي احنا عارفينها واللي احنا هنسميها دلوقتي زباله باسم معروف. ليه الشركات بتحب تعمل الريبوت؟ سهله جدا. لو جيت تسال اي شركه انتوا ليه بتحبوا تعملوا الريبوت هيقولوا لك بسبب ان احنا عايزين الجمهور القديم يعرف قيمه العمل، اقصد الجديد منهم الاطفال وكده، انهم يعرفوا قيمه العمل اللي هم بيشوفوه، وكمان يقدروا قد ايه الكرتونات دي كانت فعلا عظيمه، فاحنا بنعيد انتاجها، وعشان كمان الناس اللي من الجيل القديم يرجعوا يشوفوا كرتونات طفولتهم. فعلا في كميه نبل كده تسمعوا من ردود الشركات، لكن الشركات بصراحه بتعمل الريبوت عشان الفلوس. الموضوع كله فلوس في فلوس في فلوس، مش اكتر مش اقل. في اسم مشهور، في جمهور قديم متعود على الكرتون، وفي نفس الوقت يقدروا يجذبوا جمهور جديد. يعني بدل ما يخلقوا حاجه جديده يا دوبهم بس يمسكوا حاجه موجوده ويعيدوها على طريقتهم. وده اللي بيحصل مع معظم الريبوتات اللي بنشوفها دلوقتي، حلب مجنون لاسم كرتون عشان يطلعوا منه اكبر عدد من المال والفلوس يقدروا عليه. ابطال تايتنز، اول ما تسمع اسم ابطال تايتنز وخصوصا لو انت من الجيل القديم هيجي في دماغك نسخه 2003، النسخه اللي فيها رسم كده سوداوي، رسم كده بالضلال وحاد، تحسه ميال اكتر للانمي، والحركات فيه سلسه وناعمه. القصه كانت جامده جدا، فيها اركات وفي شخصيات، في فيلن وشرير رئيسي اللي هو كان ديس ستروك، في هنا بطل لفرقه اسمه روبن، بطل بحقه حقيقي. في عندك سايبورغ، الشخصيه الهاديه تحسها مايله العصبيه شويه، بيست بوي الشخص اللي بيهزر كتير، ريفن البنت كده الغامضه او البلاك جيرل زي ما كانوا بيقولوا عليها، يعني ستار فاير الفضائيه اللي في نفس الوقت هي وروبن يعني كانوا بيحبوا بعض في الكرتون. كرتون توب وواحد من احسن الكرتونات اللي شفتها بحياتي حرفيا. حتى الفيلم اللي اتعمل للكرتون ده كان عظمه، كل حاجه فيه جامده. جت بقى شركه كارتون نتورك قررت انها تعمل ريبوت باسم تين تايتنز جو. يا نهار ابيض، ده مش كرتون، ده هزار بدون اي معنى حرفيا. الشخصيات اتحولت لنسخ سطحيه، كل حاجه فيها صراخ وضحك زايد، مش كانك بتشوف تين تايتنز، حرفيا انت بتشوف حلقات تيك توك كده طول الوقت. الجمهور القديم حرفيا اتخنقوا، قالوا فين العمق اللي كنا بنحبه؟ ده حرفيا كله هزار، يعني طفل فوق ال6 سنين لو اتفرج على الحاجات دي هيتصدم. بين 10، بص بين 10 يعني واحد من احسن الكرتونات اللي انت هتشوفها بقى، سواء كنت صغير او كبير عندك 50,000 سنه هتحب بين 10 حرفيا، وهتشوف واحد من احسن الكرتونات. انت اصلا ومش حابب فكره بين 10 كفايه انك هتحترم الكرتون ده غصب عنك. اتفرجت بقى على كلاسيك، اتفرجت على الين فورس، التيميت الين، اومنيفيرس، اي حاجه انت هتحب بين 10. انا بحب اومنيفيرس جدا، للناس اللي بيقولوا ان اومنيفيرس مش حلو، لا اومنيفيرس توب، اومنيفيرس جامد يا جدعان. الرسم كان يعني فيه هزار شويه بس ده طبيعي، بس اومنيفيرس يبقى كرتون اسطوري. وعلى فكره اومنيفيرس مش ريبوت، هو يعتبر تكمله كده وفي نفس الوقت مع رسم جديد، ممكن تقول عليه يعني زي ريميك كده، مكمل حاجه زي كده يعني. بس اومنيفيرس مش ريبوت يا جدعان، هو مكمل يعني بيكمل احداث. ونهايه اومنيفيرس كانت جامده جدا، وعدد حلقاته انا اتفرجت على اومنيفيرس كله لما كبرت وانا صغير، وبص يعني عشت معاه. الين فورس كذلك بحبه جدا، كلاسيك. اعطيني اي حاجه من بين 10 هحبها الا بين 10 ريبوت اللي اتعمل في 2016، ده حرفيا فشل
فظيع. بدل ما يحافظوا على روح المغامره والاكشن والشخصيات المعقده قلبوه هزار للاطفال، كل شيء مبالغ فيه. الاجانب اللي كانوا بيحبوا القصه القديمه حسوا انهم اتخنقوا على كل ثانيه من طفولتهم، واصلا الرسوم الجديده شكلهم كانهم جايين من ورشه رسم سريع، مفيش اي احساس بقصه او جو. حرفيا كل حاجه ماتت، كل حاجه بقت للاطفال، لدرجه انك حرفيا لو عملت سكيب ل 80 حلقه، لو عملت سكيب البنتين ريبو كله هتفهم الاحداث برضه، لان مفيش احداث اصلا. فانت بتفتح حلقه يحصل اي حاجه كده، فاهم، بنتين يحل الموضوع بس كده. وعلى فكره الكرتون ده حاول بكل طريقه انه يعمل لنفسه قصه، سواء كان بالفيلم، سواء كانت بانه يمسك ارك معين زي ارك بتاع شوكرو كده، ولا ارك الين اكس والحاجات اللي كان بيحاول فيها بس كان بيفشل. والفشل كان بيكون بسبب عده عوامل، اولهم الكتابه السيئه. كان ساعات تحس ان الاحداث حلوه وكويسه وهي ماشيه، لكن تيجي في الاخر كده تحس ان الكتابه اتلخبطت وكل حاجه ماشيه سريع، يلا يلا عشان عايزين نخلص. يعني تحس ان مفيش صبر في الموضوع، وده طبيعي يعني بالنسبه لان جمهور اطفال، الاطفال ما عندهمش صبر، عايزين انجز النهايه بسرعه. وكمان الرسم اللي كان فالق بنتين ريبوت، حرفيا انت كان ممكن تشوف ان ها في امل، بس الرسم لا، ما فيش الكلام ده. الرسم حرفيا سيء جدا جدا جدا. حرفيا انت عملت لي قصه حلوه جامده هقول عليها انها عاديه بسبب ان الرسم وحش. الرسم ولا في اي حاجه، الخلفيات كده تحسها ثابته مرسومه برنامج الرسام، وحتى بنتين نفسه شكله غريب قوي. لا لا لا، الريبوت حرفيا زعلني منه جدا جدا. كان نفسي يعملوه احسن من كده شويه. بس هنقول ايه، فتيات قوه، النسخ القديمه لفتيات قوه يعني كانت بالنسبه لي عاديه. انا كنت بتفرج على فتيات قوه وانا صغير، محدش يزعل، كنت بحبها جدا كمان، بس مش اللي هو يعني هو بالنسبه لي، بص اقول لكم على سبيل، انا ما خدتش بالي اصلا ان اتعمل له ريبوت. يعني حرفيا انا كنت بتفرج ومفكر ان هم بيعملوا النسخ القديمه، انتوا متخيلين؟ بس لما رجعت له تاني خدت بالي ليه؟ لان الكلام ده انا يعني لما الريبوت اتعمل برضه ما كنتش مركز قوي، فما خدتش بالي اصلا. بس فتيات القوه القديم معروف انه كان جامد جدا بقى، موجو جوجو، بروفيسيرو، الحاجات اللي كانت موجوده، والشرير الاحمر اللي مش فاكر اسمه، مش عارف جنسيته كمان، هو ولد ولا بنت، ده اللي كان حرفيا مرعب جدا. كل حاجه توب يعني معروفه يعني في فتيات القوه. بس الريبوت اللي اتعمل يعني هنا بقى الموضوع كان مأساة شويه بالنسبه للناس اللي بيحبوا فتيات القوه. الكرتون يعني معروف انه كان حلو، شخصيه كل بنت من الفتيات كان لها طابعها، كل حلقه فيها كانت قصه ممتعه، وده كله معروف انه اتحرق في النسخه الجديده. الرسم، الشخصيات عباره عن مسوخ حرفيا، الحوارات برضو بقت سخيفه كده. يعني عشان تفهم اكتر اعمل زي روح اتفرج على حلقه من قديم وحلقه من الجديد، هتحس ان في سخافه كده في الحوارات، بقت للاطفال وكل هزار زايد. جمهور النسخ القديمه حس كده، فاهم، بالخذلان، وكل حاجه حرفيا اتدمرت بالنسبه لجمهور فتيات القوه. ساندر كاتس رور، ساندر كاتس القديم بالنسبه لجيله كان جامد يا جدعان، كان جامد، كان حاجه كده زي مازنجر او حاجه، فاهم، اسطوريه بالنسبه للجيل القديم جدا. كان بالنسبه لهم علامه، رمز، ما ينفعش يتغير، ما ينفعش اصلا يتعمل له ريبوت. ده ما ينفعش يتعمل له ريبوت لان ده هو علامته كده ورمزه في زمانه انه كان قديم. جت كارتوت وكايتا كان في الكلام ده، احنا هنعمل ريبوت اسمه ساندر كاتس رور. يا راجل ده الموضوع خلاصه كارثه كده غريبه، الرسم غريب جدا، العالم كله متبعتر، القصه شبه معدومه، كانهم قالوا الناس مش هتلاحظ، احنا بس محتاجين اسم ساندر كاتس عشان نبيع. الجمهور القديم خسروا اعصابهم، والناس الصغيره يمكن حبوه شويه بس مش كفايه. الكارثه كانت واضحه لكل محبين النسخه الاصليه. توم وجيري، انا ممكن اسامح في كل اللي فات، لا بصراحه مش مسامح حاجه، بس توم وجيري ايقوني. توم وجيري ليه قصه كامله، قصه كفاح، قصه ممكن اعمل عنها فيديو في القناه، يعني لو انت حابب انزل قول لي في الكومنت. المهم ان توم وجيري حرفيا ما ينفعش يتحرك، ما ينفعش يحصل فيه حاجه. عارف ان الرسم كان مع الوقت بيتحدث، بس ده طبيعي عشان يناسب جيله. بس الريبوت اللي اتعمل لتوم وجيري، الريبوت الجديد، بصراحه مسخوا كل حاجه. العنف الكرتوني اللي كان سر المتعه اختفى، والحلقه بقت كلها مسلسلات قصيره للاطفال الصغيرين. اي حد حب النسخ القديمه حس ان روح المسلسل راحت وبقى مجرد اسم على ورق. حرفيا اتدمر يا جدعان، توم وجيري اتدمر بكل معنى كلمه. الحقيقه ان كل الروبوتات دي اتشبهت في حاجه واحده، تدمير روح العمل الاصلي، هزار زايد، رسومات مستفزه، واسم مشهور فقط. وده اللي بيخلي الناس تكره الروبوتات من اول حلقه، مش عشان هم دايما ضد الجديد، لا، بس انهم حاسين ان طفولتهم اتسرقت منهم. بس في حاجه حلوه بقى، اننا لما نفضحهم كده ونضحك عليهم بنعرف كمان نقدر قيمه الكرتونات القديمه. الفيديو مش بس هجوم، ده كمان درس للجمهور، تعرف تشوف الفرق بين الريبوت اللي دمر وده فعلا اللي اتعمل. بس لو جينا نتكلم هنلاقي برضو اللي فيه روبوتات ناجحه، زي ما سمعت كده في روبوتات ناجحه ما تعجبنيش. استنى، في كرتون اسمه داك تيلز، كرتون كان جامد جدا واتعمل له روبوت نزل في 2017، وده مثال جامد جدا على ازاي تعمل روبوت مظبوط. بص يا عم، الرسم الجديد شكله حلو وعصري كمان، والشخصيات محتفظه بروحها، القصه محسوبه كويس، وكمان الاخراج حلو جدا. باختصار هو كرتون القديم بس على استوردات. الجمهور القديم فرحوا جدا والجمهور الجديد اتحمسوا عليه، وكل ده من غير
غير ما يتغير جوهر المسلسل. اللي متابع شويه ممكن يكون عارف داك تيلز، هو ممتع جدا بالمناسبه. في كمان شيرا نسخه نتفليكس، ده مثال تاني جامد. الشركات حافظت على الجوهر ده، كمان طوروه بطريقه ذكيه جدا. الشخصيات بقت اعمق، القصه بقت متطوره، وكمان الجمهور القديم والجديد اتفقوا على حبه. الرسومات كانت حديثه وعصريه بس من غير ما تضيع روح المسلسل القديم. النتيجه نجاح كبير جدا، وكانك شايل نسخه قديمه وحسنتها بدل ما تدمرها. بس خلي بالك النجاح بتاع شيرا ما جاش برضه بسبب انه روبوت كويس، لا، جاب بسبب حاجه تانية اتكلمت عنها في فيديو قديم، وهو الالوان. شيرا كان فيها الوان، ودي كانت حاجه سيئه جدا يعني بس هو روبوت ناجح. لو شلت جزئيه الالوان فحرفيا هو كويس جدا. الفرق الاساسي بين الروبوتات الناجحه والفاشله واضح جدا. الروبوت الناجح بيحترم الاصل، يحافظ على الشخصيات، القصه، الجوهر، ويضيف تحسينات بسيطه بدل ما يشوه العمل كله. اما الروبوت الفاشل بياخد الاسم، بيحط هزار زايد، رسومات غريبه، ويقلب العمل كله مسخ، والنتيجه خيبه امل كبيره للجمهور القديم وضياع الفرصه لجذب جمهور جديد. انا بصراحه السر كله في النيه والتنفيذ. لو الشركه فاهمه الناس بتحب ايه، فاهمه روح المسلسل، وعايزه اطور بدون ما تشوه، النتيجه غالبا هتبقى نجاح. لكن لو مجرد فلوس واسم مشهور، هتطلع حرفيا بكارثه. ممكن تيجي تسالني وتقول لي يا ابراهيم، طب ليه في ريبوتات حتى الان؟ ليه الشركات مستمره في انها تعمل لنا حاجات زباله بالشكل اللي احنا بنشوفه ده؟ هقول لك بكل بساطه ان الريبوتات الزباله اللي انا قلت لك عليها دي ناجحه. الريبوتات دي ناجحه جدا وبتجيب فلوس بالملايين، بل حرفيا اكتر من كده كمان للشركات. فيعني حط نفسك مكانهم، لما يكون بتعمل حاجه اي نعم هي حاجه زباله لكن بتجيب فلوس كتير، اكيد يعني مش هتلغيها، بل بالعكس انت هتعمل روبوتات كمان. لان الاطفال يا صديقي بيحبوا الروبوتات دي. الاطفال اللي ما شافوش الكلاسيك بقى واللي ما شافوش الاعمال الاصليه بيحبوا الروبوتات دي، بل بيعشقوها. حرفيا الروبوتات ناجحه جدا عند الاطفال، وانا جربت ده بنفسي. اخويا الصغير حرفيا لما شاف بنتين ريبوت وكان قاعد فرحان بيه جدا، جيت اوري له كلاسيك قال لي لا اعرف ده يا عم، هات لي ريبوت. انت متخيل؟ بس خلاص اتعاملت معاه. تين تايتنز، انت مش مستغرب انه حتى الان بيتعرض على كارتون نتورك من 2016 لحد الان، هو وبنت الريبوت، بسبب انهم عمالين يدخلوا فلوس كتيره جدا. في اعمال تانية اتمسحت من كارتون نتورك واتحذفت واتحط مكانها الريبوتات بسبب ان الاعمال دي ما كانتش بتجيب فلوس برغم من انها كويسه. انت متخيل؟ وهبقى اتكلم عنها في فيديو على فكره، لو انت حابب انزل قول لي في كومنتات. بس طالما الريبوت بيجيب فلوس، الشركات هتستمر في انها تطوره وتعمل منه نسخ تانية. واهم سؤال في الفيديو، هل الريبوت زباله؟ 90% منه زباله، وال10% دول مش باينين اصلا لانهم مش بنفس نجاح الزباله. انت متخيل؟ لو تسالني عن رايي، لا، انا عن نفسي ما بحبش الريبوتات. حتى لو هتعمل لي كرتونات حلوه، هتعمل روبوت حلو، ما تعملش ريبوت برضه. اعمل اجزاء جديده او اعمل عناوين جديده. احنا محتاجين عناوين جديده برسم كويس بدل الزباله اللي عمالين نشوفها دي. لاي حاجه بتتعمل دلوقتي بقينا بنشوف ان في اجنده محشوره جواها. حرفيا كل ما اروح اشوف كرتون لسه نازل الاقي في اجنده محشوره جواه، رسم خرا، قصه زباله، حوارات زباله، مع ان احنا في زمن التطور بس بننزل لتحت. يعني حاجه غريبه جدا. الموضوع حتى بقى موجود في الكرتون، يعني بنشوف ده ماشي في الافلام والمسلسلات وكده، بس في الكرتون طبعا ده طبيعي لانهم عايزين يحشروا الحاجات دي في عقل الاطفال. بس يؤسفني اقول لك ان بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تقول لي رايك، انا عايز نقاش في الكومنتات تحت عن موضوع الريبوتات وكده. انا كده كده انت عارف ان انا بقرا كل الكومنتات، وان شاء الله بحاول ارد عليها يعني. فاكتب لي رايك تحت، ما تنساش تصلي على النبي، اعمل لايك والاشتراك والحاجات اللي بتدعم الفيديو جدا. في امان الله.